تابعت فيلم ذا اوديسي وبصراحة كلش مصدوم باللي شفته. بالبداية احب اطمنكم ان المتحولة دورها سخيف، طلعت تقريبا دقيقتين للفيلم كله، اما هيلين السمراء طلعت شيء بسيط جدا واثنينهم ما اثروا على الفيلم، واضح انهم عدلوا الفيلم بسبب ردود الافعال السلبية وخافوا من الخسارة. الفيلم بدا بقوة درجة حسيت بقشعريرة باول لحظة من بدايته، كأنه دخلت وياهم بالفيلم. اداء الممثلين وخصوصا مات ديمون بدور اوديسيوس كان رائع جدا، الموسيقى، الاخراج، التصوير، المؤثرات ولا اروع، خلانا نخوض تجربة سمعية وبصرية عظيمة، لأنه أول فيلم بالتاريخ يتصور بالكامل بكاميرا الآي ماكس 70 تريد أكشن، مغامرة، دراما وحتى لحظات رعب ورومانسية، كل شي بيه وراح يعجب جميع الأذواق. وببساطة هذا الفيلم عبارة عن ملحمة سينمائية، وضروري كل واحد بيكم يروح يشوفها بالسينما، وحاولوا تشوفوه بقاعة الآي ماكس إذا تقدرون حتى تعيشون التجربة كاملة. وقبل لا تشوفه ننصحك بشغلتين، أول شي تشوف هذا الفيديو اللي ذكرت فيه شغلات ضرورية تعرفها قبل لا تشوف الفيلم، والثانية تشوف فيلم تروي حتى تفهم كامل أحداث الفيلم. وبصراحة وبدون أي مبالغة تقييم الفيلم 10 من 10. وأنتوا شنو رأيكم بالفيلم؟ وهل هذا أفضل أفلام نولان؟ شاركونا رأيكم بالتعليقات.